في عالم مليان بالاساطير والاسرار، وبعد حادثه غير عاديه بيتجسد فينج في جسم من زمن تاني، وبيقول لنفسه انه مش هيقبل الاهانه من اي شخص وهيواجه مصيره بكل شجاعه، وكل ده عشان يستعيد شرفه وشرف عيلته كمان. ويلا بينا نبدا حكايه لين فينج المليانه بالاحداث الجامده جدا. بتبدا قصتنا مع شاب مضروب بشكل عنيف جدا وطلعان عينيه، وبيكون على وشك الموت حرفيا، وهو دوت بقى بطلنا. لكن بنشوف شاب تاني وهو اللي بيديله على عينه، وبيبان عليه الحقد والشر الكبير. والشاب ده اصلا بيكون هو ابن عمه، ولما بطلنا بيغمى عليه خالص لين بيبتسم بابتسامه شريره جدا، وبيقول بكل ثقه كده مركز سيد عيله لين بقى بتاعه. لكن بعد كده بنتعرف اكتر على عالم فنون القتال اللي عايشين فيه، لان هنا القوي هو اللي بيحكم والضعيف بيتسحق تحت الرجلين، وبيكون في فنون قتال خارقه للطبيعه وبتقدر تشق الجبال والانهار كمان. لكن في وسط العالم ده بيكون في امبراطور لفنون القتال وموهبته غير عاديه ابدا، وعنده روح قتاليه رهيبه لانه قدر يتصل مع سموات اليوان التسعه، واللي تعتبر هي اساس القوه في العالم ده. وبنعرف كمان ان الروح القتاليه ديت ليها انواع كتير، ومنها الروح القتاليه الطبيعيه زي النار والجليد والاعاصير والرعد كمان. اما روح القتال الوحشيه بتكون عباره عن النمر الابيض ولا التنين او اي حاجه ليها علاقه بالحيوانات. لكن بيكون في روح قتاليه مغايره وديت نادره جدا، وبتدي الشخص اللي بيمتلكها قدرات مش طبيعيه ابدا، لانهم بيمتلكوا ادوات زي السيف او الرمح، وديت ادوات بتخلي القوه بتاعتهم لا تقهر. وهنا بقى بنتعرف على بطلنا الحقيقي اللي هو لين فينج، وبيكون في الحقيقه اصلا طالب جامعي في السنه الرابعه، بس بسبب حادثه غريبه حصلت له اتنقل عبر سماوات اليوان التسعه ودخل في جسم شاب من عيله لين. والشاب دوت كان زيه بالظبط، ملوش اي قيمه في نظر الناس، وتعرض للذل والضرب من ابن عمه لحد ما بقى نص ميت في الوقت دوت. وقدرت روح فينج وقتها تدخل لجسمه، فبيصحى بقى ويلاقي نفسه فجأة في جسم الشاب دوت، وبيستغرب المكان جدا، وبيقول ان كل اللي هو فاكره انه مات في حادثه، ازاي هو جه المكان ده. وبيبدأ يفهم ان هو اتجسد في جسم حد تاني، وجسمه الجديد دوت بيحمل قوه غريبه جدا. ففينج بيقرر انه مش هيضيع الفرصه ديت ابدا، وانه هينمي القوه ديت جواه، وهيواجه اي حد يحاول يهينه او يذله. لكن فجأة بتظهر حواليه هالة سوداء غريبة جدا، فبيقرر يسمي القوة بتاعته روح قتال الظلام، وهي ديت اللي هتكون سلاحه في الرحلة بتاعته الجديدة. لكن بنشوف انه بعد كده بيتوجه لمكان تدريب عيلة لين، وبيقول لنفسه انه لازم يكون على دراية كاملة بروح قتال الظلام، وبيبدأ يستخدم قوته اللي بقت جامدة جدا. وبيقول لنفسه ان القوة ديت بتعادل 7000 رطل من الوزن. لكن فجأة ابوه بيظهر وبيطمن على الجروح بتاعته، فبيقوم فينج ويقول له انه اتعافى بشكل كامل. والكلام ده بيخلي الاب مستغرب من سرعه تعافيه، وبيقول له جروحك كانت قويه جدا يا عم. وبيساله كمان لو كان اللي عمل فيه كده هو ابن عمه، لكن فينج بيرد ويقول له انه هيحل الموضوع ده بنفسه. فالاب بيكون مستغرب من التغيير اللي حصل في فينج، لكن بعدها بيساله عن سبب وجود الصخور المتراكمه قدامه ديت. ففينج بيرد وقال له ده كان اختبار لقوتي مش اكتر. فالاب بيقول ليه كده انت دخلت الطبقه السابعه يا عم من فن قتال التشي. وبيكون اصلا مستغرب لان بطلنا كان محبوس في المستوى الخامس لفتره طويله جدا. لكن بعدها بيمشي من المكان وهو بيفكر في الموضوع ده. لكن في الليل فينج بيكون فرحان بقى انه عبر للعالم ده بالفعل. وفي صباح اليوم في ميدان فنون القتال بتاع عيله لين مجموعه من الناس بيكونوا قاعدين يتكلموا عن بطلنا، وبيقولوا انه تعرض للضرب وتسبب في احراج العيله المره تانية. لكن في اللحظه ديت تحديدا فينج بيخش عليهم المكان، وعلى الناحيه التانية ابن عمه لين بيستهزأ بيه ويقول واضح ان حياة الغبي دوت طويلة جدا وبيجح كمان، لانه مش مكسوف يطلع قدام الناس بعد اللي حصل فيه. ففينج بيسمع الكلام دوت وبيكون متعصب جدا، وهو بيطلب من ابن عمه انه يعيد الكلام دوت تاني دلوقتي. بس ابوه بيتدخل وبيأمره ما يتسرعش في الموضوع ده، وبخصوصا ان لين ده ابن عمه برضه. ففينج بيتجاهل ويمشي من المكان. لكن بعدها لورد العيلة بيبدأ يتكلم ويقول ان اللي حصل لفينج دوت عار على عيلة لين. فابو بطلنا بيتعصب جدا وبيرد بصوت عالي انا رئيس العيله ديت على فكره، وانه هو اللي هيقرر مين العار ومين لا.
وان هو اللي هيتعامل مع الموضوع ده بنفسه. بس اخوه الكبير بيبدا يعترض ويقول له احنا اخوات 3 يا عم بنقود العيله مش انت لوحدك. فابو بطنه بيرد عليهم ويقول لهم انتوا طماعين في مكاني على فكره، وبيقول لهم برضه ان هم هيتقاتلوا دلوقتي، وان لو خسر كمان ابنه هيخرج من العيله ديت للابد، لكن لو هو اللي انتصر هيسكتوا ومش هيفتحوا بقهم قدام الناس تاني. وبالفعل بتكون بدات معركه بينه وبين اخوه، بس المفاجاه بقى ان ابو فنج بينتصر بسهوله وبيجمد اخوه في مكانه. وبعد الخساره ديت اخوه بيقول له هنشوف هتقدر تحمي عار عيله ليل لحد امتى. لكن هنا بطلنا بيتدخل بكل ثقه وبيقول لعمه بطل تقول عليا ان انا حساله، لانه هيقدر يهزم ابنه بكل سهوله اصلا. فالكل بيسخروا من كلامه وبالفعل بيواجه لين. والمفاجاه الاكبر انه بحركه واحده بس بيقدر يهزمه بسهوله، فكل الناس بيكونوا متفاجئين من قوته الكبيره. اما والده بقى بيكون فخور بيه جدا وبيقول في نفسه ده فينج بدا يستخدم القوه اللي ورثها من امه اخيرا. بس بعد ما الكل بيمشوا من مقر العيله فينج بيكون مصمم انه يرجع للمدرسه القتاليه بتاعته من تاني، وبيقول لابوه انه لما يروح المدرسه هيقدر يحمي نفسه كويس. وبعدها بقى بيودع والده وبيطلع على المدرسه. لكن بيكون عدى 10 ايام كاملين وبطلنا بيوصل لهناك بالفعل، وعند البوابه بيوقفوه 2 وواحد منهم بيقول له بعصبيه انت لسه ليك وش تيجي هنا تاني يا عم بعد اللي حصل لك؟ فبطلنا بيعرف ان ما قداموش حل تاني فبيضربهم ويخش على طول على الاكاديميه بتاعته. لكن اول ما بيخش بيقابل واحد من الرهبان وبيقول له ان هو لازم يروح لاختبار معين عشان يحددوا مهارته ومستوى قوته الجديد. فبطلنا بقى بيكون مستغرب ازاي الراهب عرف مستوى قوه بطلنا بنظره واحده بس. لكن بعدها فينج بيروح على طول لمكان اسمه رف النجوم، وبيبدا يفكر في طريقه لتطوير قوته وبيقعد يقرا المهارات المختلفه. وفي الاخر بيختار مهاره لسحب السيف لانها بتكون محتاجه سرعه عاليه ووضعيه جسد مناسبه. لكن المهاره ديت تحديدا بتقدر بسهوله كبيره تقتل اي عدو. فبيرجع بطلنا بعدها للراهب وقال له انه اختار المهاره خلاص بتاعت سحب السيف. فالراهب بيكون مستغرب جدا وقال له دي مهارة صعبة يا عم ومحدش بيختارها اصلا، وبيحذره كمان من قوة المهارة دي. لكن فينج بيكون مصمم على المهارة ديت، لكن بعدها بيعرفه برضه انه اختار مهارة الضوء والظل. فالراهب بيكون متأكد بقى ان فينج بيخطط لحاجة كبيرة جدا، وبيخرج له وقتها السيف بتاعه وبيديه لفينج عشان يبدأ التدريب بتاعه. ولما بيمشي بيقول لنفسه ان عدى وقت طويل جدا من اخر مرة شاف فيها حد بالشجاعة دي، بس بسرعة بيعدي 7 ايام وبطلنا بيكون بيتدرب فوق الجبال ومستواه بيكون عالي بشكل كبير. وبيقرر انه يروح وقتها لوادي معين، وبالفعل وصل لهناك وبيلاقي ينبوع مياه حارة وبيقعد فيه عشان يريح جسمه شوية، وبيبدأ يفكر في التدريب اللي لازم يعدي بيه. لكن فجأة بيقطع افكاره وجود بنت جميلة جدا في الينبوع. فبطلنا بيتخض جدا لانه كان فاكر ان المكان فاضي من الاول، بس البنت بتكون شافته واتعصبت جدا وبتقول له انه وقح جدا ازاي ينزل هنا وهي موجودة اصلا. ففينج بيحاول يتأسف لها لكنها بتهجم عليه فورا، وده بيخليه مستغرب من قوتها الكبيرة. بس اول ما بيشوف وشها بيعرف ان هي اسمها ليو من المستوى التاسع في قتال الليتشي. وبتبدأ البنت تطارده لكنه بيستخبى بسرعة لانه عارف انها اقوى منه بكتير وخايف ان هي تقتله اصلا. لكن بيعدي شوية وقت وبتظهر بنت تانية لبطلنا وبتسأله لو كان عنده شوية وقت فاضيين، وبتكمل وقالت ان هم محتاجين شخص اضافي معاهم في المهمة بتاعتهم. وبتاخده بعد كده لمجموعة شباب وبيكونوا 3 وبيقولوا ان هم رايحين لمكان اسمه تلال الرياح السوداء، وده عشان يصطادوا شوية وحوش شيطانية. وبيعرضوا عليه بقى ان هو يروح معاهم وبيقولوا ليه ان هم بعد ما يخلصوا هيقسموا احجار الوحوش عليهم. فبطلنا بيوافق على الاقتراح بتاعهم ده بحماس شديد وبيعرفهم كمان بنفسه. لكن واحد منهم بيقول بعصبية ده فينج شخص غبي جدا وهيكون عقبة في طريقهم، والكلام دوت بقى بيعصب بطلنا على الاخر وبيكون على وشك انه يتقاتل مع الواد ده. لكن الباقي بيوقفوه بس بيبداوا يعرفوا نفسهم ليه. وعرفنا بقى ان الشخص اللي اعترض على وجود بطلنا اسمه جانج، وبيكون شخص من المستوى الثامن في قتال الليتشي واقوى واحد فيهم اصلا. والبنت اسمها ليو والشاب التاني اسمه يي، وكان في بينهم شخص ضخم جدا اسمه هان. وبنشوف ان هم راحوا بالفعل للتلال وبداوا يهجموا على الوحوش، وبيقدروا يهزموا عدد كبير منهم ويجمعوا اكتر من 20 حجر للوحوش. لكن جينج بيبدا يحبط فيهم وقال دول وحوش من رتبه منخفضه يا جدعان. لكن يبي رد وقال له ان هم مش هيقدروا يواجهوا وحوش من الرتبه الشيطانيه الاعلى لان التعامل معاهم هيكون صعب جدا. بس فجاه بتحصل هزه كبيره في الارض حواليهم وبتظهر قدامهم الغوريلا المتوحشه، ودوت وحش شيطاني من المستوى الثامن اصلا. فبيطلبوا من فينج يساعدهم لانه ما عملش اي حاجه في الوحوش اللي فاتت. لكن بطلنا
بطلنا بيوافق انه يواجه الغوريلا لوحده، فيو وهان بيعرضوا ان هم يساعدوه، لكن فينج بيكون مصمم يواجه الوحش ده لوحده. والمفاجأة الكبيرة انه قدر يهزمها بكل سهولة، والكلام ده صدم الكل بقوته الغير متوقعة. بس جينج بيحاول يقلل من دور بطلنا في القتال، لكن الكل بيعترضوا على كلامه. لكن فينج قال انه ما بذلش اي مجهود يذكر، لكن فجأة بقى بيظهر وحش ذئب الجحيم، ودوت وحش من المستوى التاسع وكان قريب منهم جدا. فالكل بيكونوا خايفين جدا من قوته الكبيرة، فجينج بيقول بقى انا اللي هواجه الوحش ده، لكن مش بيقدر يواجهه لوحده على عكس توقعات الكل. وهنا بقى بطلنا بيتدخل وبيقدر يهزم الوحش دوت بكل سهولة برضه. فيبي يقول له بقى انه هيديله نص الاحجار ديت لوحده، لكن فينج اعترض وقال يا عم انا هشارك معاكم زي ما اتفقنا من الاول. لكن وقتها جينج بيتدخل وقال لو ما كانش هو اللي وقف قدام الوحش الاول ما كانوش قدروا ينجوا بحياتهم اصلا، وبيطلب بقى منهم يقوموه من على الارض دلوقتي. لكن بطلنا بقى بيروح له وقال له انت غرضك من البدايه ان الوحوش تقضي علينا كلنا اصلا عشان تاخد الاحجار دي لوحدك، وبيخرج السيف بتاعه. فجينج وقتها بيترعب وبدا يتوسل كل ان هم ينقذوه منه، لكن فينج مش بيرحمه ابدا وبيقتله فورا. فاللي اسمه ايه بيقول لبطلنا ان هم هيتحملوا معاه النتيجه دي. فبطلنا بيكون فرحان وهو شايف الناس ديت مخلصه ليه جدا، لكنه بيلاحظ وجود كتاب في جيب الجثه بتاعت جينج، وبياخده وبيكون عنوان الكتاب دوت هو سيف البر. وبنعرف وقتها ان دوت كتاب نادر جدا، فبيقرر فينج انه يحتفظ بيه. وبينزلوا المجموعه كلهم للمدينه بالفعل. فيبي يقول لفينج انه لو عاوز يزود قوته لازم يروح لمضيق يوان، لانه هناك هيقدر يترقى بكل سهوله. فبطلنا بيقرر ان هو يروح لهناك وبيودعهم فعلا، وبيتمنى بقى انه يقابل المجموعه ديت مره تانية. وبالفعل بنلاقي انه وصل للمضيق اصلا، وبعد ما بيعدي كام يوم عليه من استخدام احجار الوحوش لترقيه قوته بتزيد بشكل كبير جدا. لكن فجاه بنلاقي ان ابن عمه بيجي عنده وبيقول له ازاي لسه عندك الجرأه وتيجي للمكان دوت يا حقير انت. وبيكون هو دوت الشخص اللي ضربه اصلا ووصله ان هو يكون نص ميت، وبيقعد برضه يتنمر على بطلنا طول الوقت. لكن بيقول واضح كده ان انا لازم اقتلك مره تانية يا معلم، لانه سمع اصلا ان بطلنا ضرب اخوه الصغير في العيله، ودوت بيزود الحقد بتاعه تجاه بطلنا. لكن بنلاقي ان بطلنا بيقول له انه مستعد يسامحه على فكره لو اعتذر، لكن ابن عمه ده بيتعصب جدا وبيديله بلكمه قويه جدا في وشه. ففينج بيقرر وقتها انه يواجه ابن عمه، وابن عمه ده اصلا بيكون على وشك الموت حرفيا. وبنلاقي انه بيقول لبطلنا انه موافق يعتذر دلوقتي بس يسيبه يمشي عايش، لكن فينج بيضربه اكتر واكتر وبعدها بيسيبه يمشي من المكان. لكن في طريقه وهو ماشي بنلاقي اللي اسمها ليو بتهجم عليه مره تانية وبتتوعد ليه ان هي هتقتله دلوقتي. فبيكون بطلنا بقى هيهجم عليها، لكن بيظهر شخص تاني اسمه هاو وبيعمل جدار عازل بينه وبين ليو، وبيعرض عليها بقى انه يساعدها دلوقتي في قتل الواد ده، لكنها بترفض بشكل قاطع وبتقول له ان مفيش اي داعي انه يتدخل اصلا، وبتتوعد لبطلنا ان هي هتقتله بعدين، وبتسيبه وبتكون ماشيه اصلا من المكان. بس بطلنا بيقول ان الموضوع لسه مخلصش بينهم اصلا، بس هاو بيقول له بقى مش معنى ان هي مشيت وسابته يبقى الموضوع خلص معاه هو كمان. بس فينج بيقرر وقتها يتجاهلهم بالكامل وما يخاطرش انه يخش في قتال معاهم لانهم اقوى منه. لكن وهو ماشي في المضيق بيظهر قدامه هان وبيكون باين كده ان هما بيدوروا عليه من بدري. فبطلنا بيسأل هان باستغراب ايه السبب اللي مخليه يدور عليه. فهان بيبتسم وقال له انا جاي بس عشان عايز اعزز قوتي في المكان ده، وانت اللي شجعتني يا عم، لان المنطقه ديت مليانه بالتحديات. وبعد شويه كلام بينهم هان بيعرض على بطلنا انه ينضم ليهم، وبيوعدوا ان هم هيكونوا اقوى مع بعض، لان مع وجوده معاهم مش هيحتاج يقلق ابدا من التنمر اللي كان بيواجهه. فبطلنا بيوافق على عرض دوت وبيحس بارتياح شديد لانه اخيرا لقى ناس ممكن يعتمد عليهم. فهان وهو مبتسم بقى بيقدم ليه قناع، وبيقول له يستخدم القناع ده عشان يتفادى انه يتورط في اي مشكله في المكان ده، لان في المكان ده الناس مش بيعرفوا الرحمه، فلازم هويته تكون مخفيه. وبنشوف بقى ان بعدها المجموعه بدات تستكشف المكان بالكامل، وبيكون واضح انه مكان ضخم جدا ومليان بالمتدربين من كل المستويات، وكل واحد منهم بيحاول يزود قوته بشكل كبير. لكن فجاه بيظهر قدامهم شخص غريب من غير اي سبب ويهجم عليهم بعنف شديد، ودوت بيكون طبيعي في مكان زي المضيق ده. وبنلاقي ان القتال بيبدا بينه وبين هان، لكن بعد شويه الراجل بينسحب من القتال وبيمشي خلاص. لكن بيكون واضح ان القتال دوت بيسبب اصابات لهان، فالمجموعه بتقعد تتامل شويه عشان هان يقدر يعالج جروحه. لكن خلال ما هم في حاله من الاسترخاء بيظهر شخص غريب وبيهجم بصعقه على هان، والكلام ده بيخلي بطلنا يتعصب جدا
جدا وبيبدأ يستعد عشان يرد الهجوم عليه، لكن هان بيمنعه وقال له سيب الموضوع دوت عليا وانا هتعامل مع الواد ده. فالراجل اللي هجم عليهم بيعرض على هان ان هم يخشوا في قتال على الحلبة، وبدون اي تردد هان بيوافق، والمجموعة كلها بتروح مع بعض لحلبة القتال، والمكان ده بيكون معروف باسم حلبة الحياة والموت، لان القتال هناك دايما بيكون من غير اي رحمة، والنتيجة بتكون يا اما النصر او الهلاك. وبنشوف ان الاجواء بتكون مليانة بالتوتر، والجمهور كان بيتفرج بعين متأملة جدا ومليها الفضول. فبطلنا بيعرف وقتها ان لحظة دخول هان للحلبة دي مصيره هيتحدد، لكنه بيكون مستعد يتدخل لو حياة هان بقت في خطر. وبنشوف بقى ان المعركة بدأت بين هان والمنافس بتاعه على الحلبة، وكان واضح جدا ان المنافس متفوق عليه بشكل كبير، وكل ضربة منه كانت بتزيد من الضغط على هان، فبطلنا بيكون على وشك التدخل، لكن فجأة في شخص بيقف قدامه ويمنعه، لكن رغم كده بطلنا ما بيقدرش يمسك نفسه، وبيخش الحلبة وبيواجه الراجل اللي كان بيسحق هان، وبدون اي تردد بينزل فيه ضرب. فالراجل اللي منع بطلنا في الاول بيقول له بتحدي كل ده عشان تنتقم لاخوك يا معلم. فبطلنا رد بكل هدوء لو انت عاوز تنتقم تعال انتقم مني انا مش من الواد ده. وهنا بنكتشف ان الشخص دوت هو اخو الواد اللي هزمه هان وهم في الطريق، وكل الموضوع انه بيحاول ياخد بطاره من اخوه، لكن بطلنا بقى بيكون رافض بشكل كامل انه يتحمل نتيجة المعركة ديت لوحده، وبيأمر كل الناس بالتراجع، لكن الشخص دوت بقى بيتجاهل اوامر بطلنا وبيقرر يهجم عليهم مرة تانية، وبيوجه هالة نارية قوية جدا ناحيتهم، وفي اللحظة اللي النار كانت تلمسهم على طول بيختفوا فجأة من المكان. فالشخص دوت بيكون مذهول جدا، لكن في نفس اللحظة بطلنا بيظهر من وراه وبيستخدم قوته السحرية اللي اكتسبها في وقت قريب، وبضربة سريعة جدا بطلنا بيستخدم مهارة سيف البرق وبينجح في التخلص من الراجل ده، والجمهور على الحلبة بيكونوا في حالة من الصدمة، وحتى الراهب اللي كان بيراقب القتال بيستغرب من السرعة اللي بطلنا قوته زادت فيها. لكن بعد ما المعركة خلصت بطلنا بيخرج من الحلبة وهو قلقان على حالة هان، ولما بيوصل للبيت بتاعه بيلاقي ان هان بدأ يفوق بالفعل، فالكلام دوت بيخلي فينج فرحان جدا، لكن هان بيتكلم معاه بحزن وقال له واضح ان انا مش هقدر اوفي بوعدي ليك واكمل القتال يا عم لحد ما نكون اقوياء جدا. والبنت دي بدأت تعيط وبتقول بصوت مكسور وقت القتال هان اتعرض لجرح داخلي خطير جدا، وان الطبيب قال ان حالته صعبة والعلاج اللي معاه غير فعال، وبالشكل دوت هان مش عنده وقت كتير عشان يفضل عايش، وكل دوت بيخلي فينج حاسس بالضعف، لكنه ما بيكونش مستعد يستسلم ابدا، وبيبدأ يفكر في كل الطرق اللي ممكن تساعد في شفاء هان، بس بيفتكر وقتها جرف الهوية السماوية الاسطوري، وبدون اي تردد فينج بيقرر يمشي فورا من المكان لرحلة للبحث عن طريقة للعلاج، وبيكون كل اللي شاغل تفكيره هو انقاذ صاحبه مهما كان الثمن. لكن فجأة بطلنا بيسمع صوت غريب من مكان قريب، فبيبدأ يتوجه ناحيته بحذر شديد، واول ما بيوصل لهناك بيلاقي راجل عجوز ونايم، فالعجوز بيسأل بصوت ضعيف هو انت فينج صح ولا ايه؟ فبطلنا بيتفاجئ ان العجوز عارف اسمه وبيسأله انت عرفتني منين يا عم؟ بس العجوز بدأ يحذره وقال ان المكان دوت مليان مخاطر كتير، لان عدد كبير من المقاتلين وصلوا لهنا لكن ولا واحد فيهم نجح يتخطى الاختبار، وانه لازم يكون حذر جدا. لكن بطلنا بيكون مصمم وقال ان مهما كان الخطر لازم يحاول، لان صديقه في خطر دلوقتي ولازم يعمل كل اللي يقدر عليه. فالعجوز بيبتسم وقال لو قدرت تعدي الاختبار هساعدك تعالج صاحبك، وبعدها بيشاور لبطلنا على سلم طويل وقال له الطريق قدامك اهو. فبطلنا بيطلع السلم وحاسس بقلق شديد، لكن لما بيوصل للقمة بيكتشف مكان غريب كأنه خيال، وبيكون مليان بأجراس متعلقة في كل مكان، وقدامه باب مقفول عليه يافطة مكتوب فيها انه لو رن كل الأجراس الباب هيفتح. ففينج وقتها بيكون مستغرب من سهولة الاختبار، وبالفعل بيبدأ الهجوم على الأجراس عشان يحاول يرنها، لكن موجات الصوت بدأت تتردد في المكان وبتتردد ناحيته كأنها بتهجم عليه، والمفاجأة بقى ان هي مش بتتحرك ابدا. فبطلنا بيحاول اكتر من مرة لكن في كل مرة بيفشل، لكنه في النهاية بيقرر ان مفيش اي حل قدامه غير انه يستدعي روح الظلام اللي جواه ويستخدم قوتها الخارقة عشان يقدر ينجح في الاختبار ده. اما على الناحية التانية بنتعرف على الشخصيات الجديدة اللي هم تشين وهو فو، وبيكونوا واقفين على حلبة الحياة والموت، لكن فجأة في صقر عملاق بيظهر في السماء وبيكون عليه 2 من عيلة داو اللي معروف ان هم من طائفة تشيان القوية، والكل بيتفاجئوا من دخولهم الفخم على الطائر الملكي ده. فداو ده بيبدأ يتباهى بأخته وبيقول ان هي وصلت لمستوى الطبقة الروحية، وبيقول كمان ان هم سمعوا عن ظهور مقاتلين موهوبين في المكان ده، وبيعرض ان هم يخلوهم يواجهوا اخته. فالمعلم بيكون معترض خصوصا بقى لان
انها اعلى منهم في المستوى، بس تشين اللي عنده ثقة كبيرة في نفسه بيوافق على التحدي ده، والمعركة بتبدأ بالفعل بين تشين واخت داو. وبالرغم ان تشين دوت واحد من افضل المقاتلين، لكنها بتتغلب عليه بشكل مفاجئ والكل بيكونوا متفاجئين جدا. فداو بقى بيستغل الفرصة وبدأ يتباهى بغرور بقدرات اخته الكبيرة. فالمعلم بقى ما بيعجبوش التصرفات ديت، وبيقولوا انه هيجيب شخص دلوقتي يقدر يوقف الغرور اللي عنده ده. وهنا بيطلب من الخادم بتاعه يستدعي شخص اسمه جونج. اما على الجانب التاني فينج بيكون لسه بيحاول يقرع الاجراس، ورغم انه استخدم قوة الظلام الا انه بيفشل برضه، والسبب بيكون ان الاجراس صلبة جدا واللي مهما حاول يضربها مش بتتحرك ابدا. ففينج بقى كان محبط وبيقول لنفسه لو كان وصل للمستوى الروحي كان ممكن يقدر يعملها، لكن رغم كده برضه بيقرر يحاول مرة اخيرة. لكن في الوقت دوت بنرجع للحلبة وجونج بيكون وصل، والمعلم بقى بيواجه دو ويقول له انت مغرور جدا على فكرة ومش بتحترم الكبير. فجونج ده بيقرر ان هو يعاقب داو عشان يستعيد كرامة الطائفة بتاعته. فالكل بقى بيكونوا مستنيين اللي هيحصل، لكن بعدها بنكتشف ان رئيس الطائفة هو اللي هيقرر هيعاقب داو ازاي على الغرور بتاعه ده. لكن وقتها بنرجع لبطلنا اللي بيكون مستمر في المحاولات المتكررة لقرع الاجراس، والمفاجأة انه اخيرا قدر ينجح بعد مجهود كبير جدا. فالعجوز وقتها بيروح له بسرعة وبيهنيه على النجاح ده، وقال له انه على مدار 300 سنة فاتوا فينج هو الوحيد اللي قدر يقرع الاجراس ديت بنجاح. وكمكافأة بقى العجوز بيدي الفينج لقاح معين، وبيقول ان حبة واحدة منه كفيلة ان هي تعالج صاحبه من الاصابة اللي عنده. بس قبل ما فينج يمشي من المكان العجوز بيطلب منه انه ما يقولش لاي حد انه قدر يضرب الاجراس ديت، والا مش هيسمح ليه بالخروج من المكان ده ابدا. ففينج بيكون مستغرب من الطلب الغريب ده، لكنه بيوافق على كلامه، بس بيسأل الراجل العجوز عن السبب. بس العجوز وقتها بيرفض يجاوب عليه. لكن فجأة العجوز بيستدعي هالة من نور، والشخص اللي بيظهر منها بيكون الراهب الكبير بتاع جناح النجوم، واللي بيمدح بقى اداء بطلنا فينج. ففينج بيستغرب وجوده في المكان اصلا. فالعجوز بيسأله لو كان يعرف الراجل دوت قبل كده، ففينج بيأكد ليه انه قابله قبل كده وخد منه كتب كمان. فالعجوز بعدها بيسأل الراهب لو كان اداله السيف بتاعه، لكن الراهب بيسأل العجوز بقى عن سبب اختيار اختبار صعب كده زي دوت لفينج. فالعجوز بيضحك وقال انه حب يختبر قوته وصبره بس. لكن الراهب بيقول ان فينج مخيبش ظنه في الاخر، واكد انه يستحق الثقه الكبيره اللي اداها له ديت. وساعتها بنتعرف اكتر على الراهب اللي اسمه يون، وبنعرف انه واحد من حماة الطائفه ديت، وبيكون اصلا شخص مهم جدا في المكان، لكنه بيقضي معظم الوقت بتاعه في جناح النجوم الخاص بالطائفه. اما الراجل العجوز دوت برضه واحد من حماة الطائفه، وبيكون عايش طول حياته في الهويه ديت. فالراهب اللي اسمه يون ساعتها بياخد بطلنا على الطائر الخارج بتاعه عشان يوصلوا بسرعه لمكان هان. اما في نفس الوقت رئيس الطائفه بيوصل ليه خبر نجاح بطلنا في قرع الاجراس، وبيقول ان من 300 سنه كان في شخص قدر يقرع 3 اجراس بس، لكن النهارده ظهر شخص جديد وقرع ال8 اجراس كلهم. وبيقول ان طائفه يون اخيرا حصلت على ملك لفنون القتال. لكن اللي اسمه ده وقتها بيستفسر عن اهميه قرع الاجراس ديت، لكن رئيس الطائفه بيرفض ان هو يجاوبه بالاجابه الحقيقيه، وبيقول لنفسه ان هم لازم يدربوا الشاب دوت بنفسهم قبل ما اي حد يعرف بيه. ولما فينج بيوصل لمكان هان بيكون بيتحرك بسرعه كبيره عشان ينقذ صاحبه، لكن فجاه في شخص بيوقفه وبيقول له كنت مستنيك كتير يا غبي انت، وبيعرفه ان الكبير مو امر ان هو يجيبه ليه. فشينج بيحاول يعتذر ويقول له انه عنده حاجه ضروريه جدا لازم يعملها الاول، لكن اللي اسمه تشينج بيتعصب ويقول له ان دوت مش طلب، ده امر يا غبي، وبيبدا يتحرك حوالين بطلنا بسرعه كبيره جدا. ففينج بيلاحظ ان تشينج دوت وصل للمستوى العاشر في قوه التشي، لكن فينج بيعتذر من تاني ليه وبيوعده انه مش هيتاخر ابدا. وبيروح وقتها لهان بسرعه كبيره وبيديله الحبايه اللي حصل عليها من العجوز. فهان بيبدا يستعيد قوته وبيكون فرحان جدا ان هو تم انقاذه. لكن ساعتها بطلنا بيستأذن منهم عشان يروح يقابل تشين، فبيطلب منه يروح وراه دلوقتي عشان يخلص المهمه اللي كانت مستنياه. ويا ترى اللي اسمه ماو عاوز ايه من فينج بالظبط، وايه العقبات اللي هتواجه بطلنا بعد كده؟ كل دوت واكتر هنشوفه في الحلقه الجايه. لكن كل اللي عجبتهم الحلقه ينزلوا حالا يعرفوني في الكومنتات، وما حدش ينسى اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير يا اساطير. سلام.